شهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 148 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد المساعد محمد فكري عبد الغفار أحد أبطال البحرية المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة. بدأت مراسم الاحتفال بعرض للمهارات الفنية في استخدام السلاح قدم خلاله الطلبة مجموعة من اللوحات والتشكيلات أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارة فائقة وتوافق عضلي وعصبي. قدمت مجموعات من طلبة المعهد في مختلف المراحل الدراسية عرضا للتمرينات والمهارات الرياضية وفنون الاشتباك والدفاع عن النفس وعبور الموانع الطبيعية والصناعية. أظهرت التدريب الراقي واللياقة البدنية العالية التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة. واختتمت العروض بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من طلبة المعهد يتقدمهم حملة الأعلام. وعقب إعلان نتيجة التخرج بدأت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الدفعة 148 إلى الدفعة 149 ضباط صف معلمين. وقام الفريق أول السيسي بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها خلال سنوات الدراسة بالمعهد. كما قام بتكريم أسرة الشهيد المساعد محمد فكري عبد الغفار وردد الخريجون يمين الولاء. أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية. وأكد اللواء أركان حرب مدحت النحاس مدير المنشأة أن ضباط الصف هم أحد السواعد القوية التي تعتمد عليها القوات المسلحة لبناء الفرد المقاتل تدريبيا ومهاريا. وهنأ الفريق أول السيسي الخريجين وأسرهم بالانضمام لصفوف الجيش المصري بقيمه وتقاليده العريقة، وحملهم أمانة الدفاع عن الوطن وخدمة شعبه العظيم بكل الشرف والتضحية والفداء. جيش مصر مهمته مهمة واحدة: حماية مصر وأهل مصر من عدو خارجي أو عدو داخلي. خليني أقول لكم، والكلمة دي أنا بوجهها للأهالي، أهالي ضباط الصف اللي موجودين معانا، وكمان بوجهها لكل المصريين. خلوا بالكم يا مصريين، انتم لما أردتم التغيير حققتم المستحيل. لما أردتم التغيير حققتم المستحيل. اوعوا روحكم المعنوية أبدا تتهز. اوعوا أي عمل من الأعمال اللي بتحدث دي يكون لها تأثير على إرادة المصريين أبدا. ده مش ممكن يحدث أبدا. اللي انتم بتشوفوه ده أمر كان منتظر، لأن انتم طلبتم حاجة عظيمة جدا. طلبتم ان انتم يبقى لكم إرادة حرة وتعيشوا في بلد فيها أمان واستقرار حقيقي، وده لن يتأتى بسهولة، لن يتأتى بسهولة. لازم يكون عندكم ثقة في الله قبل كل شيء، ثم في أنفسكم، ثم في جيشكم وفي الشرطة المدنية. لازم يكون عندكم ثقة إن إحنا إن شاء الله قادرين، إن شاء الله قادرين على العبور بمصر
للاستقرار وللأمن والسلام والتقدم. اوعوا الكلام ده يأثر فيكم أبدا. نحن على الحق المبين، نحن على الحق المبين. لازم تكونوا عارفين كويس ان انتم على الحق المبين. احنا لا بنطلب تدبير ولا عايزين نقتل احد ولا عايزين نخرب حد. احنا عايزين نبني بلدنا، احنا عايزين نبني بلدنا، احنا عايزين الامان والسلام لبلادنا. اوعى يتهيألك، اوعى يتهيألك، اوعى يتهيألك ان اللي انت بتشوفه ده ممكن يهز مصر ابدا. الشعب المصري يخاف لما جيش مصر ما يبقاش معاه. قبل انتم يا شعب مصر، قبل انتم يا شعب مصر ما حد يمسكم، احنا فداكم كلنا. الجيش المصري فدا مصر، الجيش المصري فدا مصر. خلي بالكم، خلي بالكم، احنا ما بنخافش ابدا غير من ربنا بس. احنا ما بنخافش ابدا غير من ربنا بس، وهو مطلع علينا ويعلم نوايانا ويعلم الامان والسلام اللي جوانا ويعلم الايمان اللي جوانا ويعلم الحب اللي احنا بنحبه لبلدنا، وربنا هيساعدنا. انما انا بكلمكم انتوا يا مصريين، ابدا ابدا مفيش قلق ولا خوف ابدا، واللي هيمسكم مش هنخليه على وش الارض. اللي هيقرب من المصريين، اللي هيقرب من المصريين جيش مصر مش هيسيبه ابدا ابدا. لازم تكونوا واثقين من كرم الله ومن نصر الله. زي ما بقول، الهدف بناء، الهدف تعمير، الهدف رخاء، مش الهدف ابدا لا قتل ولا تدمير ولا ايذاء ولا ترويع الناس. اوعى ابدا تقلق ولا تخاف، لان في الاول وفي الاخر احنا ربنا معانا. ربنا معانا ضد كل من يحاول قتل او تخريب او ترويع المصريين. ستبقى دائما مصر، ستبقى دائما مصر، ستبقى دائما مصر واهلها، وسيسقط دائما الارهاب، سيسقط دائما الارهاب. وعقب مراسم الاحتفال قام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بافتتاح معهد ضباط الصف بعد تطويره وإعادة إنشائه على مساحة 600 فدان لمسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة. وتضمنت أعمال التطوير إقامة العديد من المنشآت التعليمية والإدارية والرياضية والترفيهية، شملت الأجنحة التعليمية والقاعات الدراسية المجهزة بأحدث التطبيقات التكنولوجية ونظم المعلومات والمقلدات والوسائل التعليمية، وإنشاء معمل متكامل للغات والحواسب الآلية ومكتبة علمية وثقافية تضم كافة فروع العلم والمعرفة. كما تم إنشاء مجمع لميادين التدريب التخصصية وتطوير صالات الإعداد البدني، وإنشاء 2 نادي رياضي متكامل يضم استاد رياضي وحمام سباحة أولمبي مجهز بكافة التجهيزات،
إضافة إلى 10 ملاعب للكرة الخماسية وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس، ملحق بهما 2 حمام سباحة تدريبي و2 مبنى ترفيهي واجتماعي للطلبة. وامتدت أعمال التطوير لتشمل التأمين الإداري والطبي داخل المعهد من خلال إنشاء مستشفى متكامل للطلبة وتطوير المبيتات وأماكن الإيواء والمسجد، بالإضافة إلى الميسات وقاعات الطعام وتزويدها بكافة التجهيزات الإدارية لتقديم أرقى مستويات الرعاية للطلبة طوال مدة دراستهم بالمعهد. حضر المراسم الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وأسر الخريجين وعدد من طلبة الجامعات المصرية.